إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. اللي مو مجهز نفسه من قبل، اللي لم يتب من قبل، الذي ما استعد بالإيمان وتسلح من قبل، لن ينتفع إذا خرج الدجال. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فتنته عظيمة، من أعظم فتنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. يأتي إلى القوم، شوف الفتنة، يأتي إلى القوم فيأمرهم بعبادته، يقول أنا ربكم أنا إلهكم، فيؤمنون به من جهلهم ومن قلة إيمانهم وقلة توحيدهم لله. يؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويأتيهم الخير، فينتشر الخبر بين الناس، القرية فلانية آمنت به فأعطاهم الله الخير. شوف الفتنة، في ناس تؤمن هكذا. نعم، ألا ترى بعض الجهل من المؤمنين اليوم يقارن الحق بالباطل بالبلاد. لو كنا على حق ما صار فينا هذا. شوف الآن دول أوروبا، شوف الخير اللي فيهم، أكيد أنهم على حق. شوف الجهل، هؤلاء أتباع الدجال، هؤلاء إذا خرج الدجال أول ناس معه. الذين يقولون أن حكم الله لا يصلح في الأرض اليوم، هذا أتباع الدجال، هذا الأول جنوده، لأنهم لا يؤمنون بالدين أصلا. ولهذا إذا خرج الدجال معه يدورون القوة والنعيم والخيرات، ما يدورون شيء ثاني. فتنة، معه جنة ونار. فتنة ثانية، يا الله، معه جنة ومعه نار، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ إذا دخلت جنته دخلت نار الله، وإذا دخلت النار دخلت جنة الله. من يطيق ومن يتحمل؟ القضية خطيرة يا عباد الله. ترى نار تلظى، ترى حرها، تشعر بحرها، وترى دخانها وسمومها، هل تستطيع الدخول؟ لن يستطيع أحد إلا من كان صاحب يقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا أدركن أحد، إذا واحد فيكم شاف الدجال ولقيه وشاف النار وشاف الجنة، شو يسوي؟ قال فإذا أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا، يروح النار على طول، توجه للنار. قال وليغمض عينيه، سكر عينك، لن تطيق، لن تتحمل، أغلق عينك. قال وليغمض وليطأطأ رأسه، نزل رأسك في النار. يا الله، من يثبت في ذلك الزمان؟ من يصبر في ذلك الموقف؟ قال وليطأطئ رأسه، ثم قال وليشرب فإنه ماء بارد زلال. الله أكبر. أحسب الناس، اثبت، تظن الدين سهل؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تظن أن الله يتركنا هكذا بغير فتنة؟ أعظم فتنة الدجال. يا عباد الله، اثبتوا. إن الرجل يذهب إلى أهله في ذلك الزمان فيربط امرأته في سارية المنزل، يقيدها، يكلبشها، يقفل عليها، سكر عليها الباب. ليش؟ مما يرى من فتنة الناس، مما يرى أن الناس تتبع الدجال، يخاف على أهله فيقيدهم. يا الله، وماذا يصنع الناس في ذلك الزمان؟ يأتي الرجل ويقابله الدجال فيقول له أتؤمن بي؟ فيقول له لا، أنت الدجال، لن أؤمن بك. فيقول له ما رأيك لو أخرجت لك أمك الميتة وأبوك الميت؟ تخيل يا عبد الله، واحد أم ميتة صار لها 20 سنة، وواحد من الناس أبو ميت صار له 30 سنة، ويقول له الدجال ما رأيك لو أخرجت لك أمك وأباك؟ أتؤمن بي؟ منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فيقول له افعل.
فيذهب إلى قبر أمه فيقول: هذه أمك هنا؟ يقول له: نعم. فيأمر الدجال القبر فينشق القبر وتخرج أمه حية. فتنة أنت ما تشعر بها الآن، ما تتصورها. صاحب علم، صاحب دين، لكن صاحب ضعف الدين شو يسوي؟ الغريب أن أمه وأباه يخرجان، فتخيل يعانق أمه ويعانق أباه، ثم تقول له أمه ويقول له أبوه: يا بني يا بني اتبع هذا فإنه ربك. يا الله، أمه تقول هذا وأبوه يقول هذا: يا بني اتبع هذا فإنه ربك. طبعا ليست أمه وليس أبوه، شيطان يتمثل بصورة أمه وشيطان يتمثل بصورة أبيه، لكنه لجهله ما يدري، يمكن ما يؤمن حتى بالجن والشياطين، يمكن جاهل ما يفهم، يمكن ما قرأ هذه الأحاديث، فإذا به يتبعه أكيد. أمه تقول له: هذا ربك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يجوب الأرض كلها، يصل إلى المدينة المنورة، هو اللي ذابح المدينة، اللي قهر المدينة. يقول النبي: قال: أسمعتم بيوم الخلاص؟ وما أدراكم بيوم الخلاص؟ قالوا: ما يوم الخلاص يا رسول الله؟ شنو يوم الخلاص هذا؟ فأخبرهم بالخبر. قال: ترجف المدينة 3 رجفات في ذلك اليوم، يوم الخلاص، ترجف المدينة 3 رجفات، مو واحدة ولا 2، 3 زلازل، فيخرج منها كل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسقة، ولا يبقى فيها إلا المؤمنون. تخلص المدينة إلا من المؤمنين. فيأتي الدجال ومعه أتباعه، أغلبهم يهود، يتبعونه إلى المدينة، يبون يصلون المدينة. فيصعد على جبل أحد، فيرقى جبل أحد، فينظر إلى المدينة فيرى ماذا؟ يرى المسجد النبوي. قبل 20 سنة المسجد النبوي ما حد يشوفه، كان صغير، قبل التوسعة ما حد يشوفه من برا. وقبل 20 سنة كان لونه بني. اليوم قبل 10 سنوات أو أقل من 20 سنة اليوم صار لونه أبيض. هذا واحد تغير لونه في السنوات الأخيرة، صار أبيض، صورة من بعيد يطلع أبيض ومصور بالفضائيات. صار كبير بحيث يرى الآن من الجبل أحد، قبل ما يرى الحين يرى. ومن دخل المسجد النبوي